ليتني قدمت لحياتي، يتمنى أنه قدم لحياته. وما هي حياته؟ أتظنون أنه يريد حياة الدنيا؟ لا والله، حياة الدنيا انتهت وقضت. وليست الحياة الدنيا حياة في الواقع. الواقع أنها هموم وأكدار، كل صف يعقبه كدر، كل عافية يتبعها مرض، كل اجتماع يعقبه تفرق. انظروا ما حصل، أين الآباء؟ أين الإخوان؟ أين الأبناء؟ أين الأزواج؟ هل هذه حياة؟ أبدا. ولهذا قال بعض الشعراء الحكماء: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. كل إنسان يتذكر أن مآله أحد أمرين: إما الموت وإما الهرم. نحن نعرف أناسا كانوا شبابا في عنفوان الشباب، عمروا لكن رجعوا إلى أرذل العمر. يرق لهم الإنسان إذا رآهم في حالة بؤس، حتى وإن كان عندهم من الأموال ما عندهم وعندهم من الأهل ما عندهم، لكنهم في حال بؤس. وهكذا كل إنسان، إما أن يموت مبكرا وإما أن يعمر فيرد إلى أرذل العمر. فهل هذه حياة؟ الحياة هي ما بينه الله عز وجل: وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة التامة لو كانوا يعلمون. يقول هذا: يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى لكن ما يحصل. أنى له الذكرى. قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يعني في هذا اليوم لا أحد يعذب عذابه ولا أحد يوثق وثاقه. ومعلوم أن هذا الكافر، المؤمن يأتينا ذكر المؤمن إن شاء الله. الكافر لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم. وأخبركم لماذا؟ لأنه يلقى على أهل النار في الموقف العطش الشديد، فينظرون إلى النار كأنها السراب. والسراب هو ما يشاهده الإنسان في أيام الصيف في عزة الحر من البقاع، حتى يخيل إليه أنه أنه ماء. ينظرون إلى النار كأنها سراب وهم عطاش، فيتهافتون عليها، يذهبون إليها سراعا، يريدون أي شيء، يريدون الشرب. فإذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قد قامت عليكم الحجة. فيوبخونهم قبل أن يدخلوا النار. والتوبيخ عذاب قلبي وألم نفسي قبل أن يذوقوا ألم النار والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منها. في النار يوبخهم الجبار عز وجل توبيخا أعظم من هذا. يقول: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أبلغ من هذا الإذلال والعياذ بالله. اخسأوا فيها ولا تكلمون. يقول أرحم الراحمين، فمن يرحمهم بعد الرحمن؟ لا رحم لهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهون أهل النار عذابا من عليه نعلان يغلي منهما دماغه ولا يرى أن أحدا أهون منه، ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، وعليه نعلان يغلي منهما الدماغ. النعلان في أسفل البدن والدماغ في أعلاه، فإذا كان أعلى البدن يغلي من أسفله فالوسط من باب أشد. أجارنا الله وإياكم من النار.